السلام عليكم، كيفكن يا حبايب؟ اليوم نحن قاعدين أنا وأختي كنا موصين نحن على ملوخية، والملوخية مقطفة جاهزة للمونة، فنحن عم نستناهن. قلت ورجيكن على الشغلات اللي مزروعة ببيت أختي. شغلات هي زارعيتها، شغلات زارعيتها كنتها، شغلات زوجها، ما شاء الله عندها بيت كلياته خضار بخضار ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله هون الروزماري، زارع الميرمية، زارع ما شاء الله شغلات لا تعد ولا تحصى. شجرة الميرمية إن هي شجرة بأخير شجرة. شوفوا هلا لساعهم صغار، شغلات بتطلع لحالها. بتحكي لي شوفوا هالبندورات هي طالعين لحالهم، لو تشوفوهم على الطبيعة اللون الأحمر بين الأخضر بتجنن ما شاء الله. وهي عرق الفليفلة بتحكي لي اختي انه صار له 3 سنوات عندها ما شاء الله تبارك الرحمن، والى 3 سنوات بتقطف منه بياكلوا منه ما شاء الله. هو كبير، لو ببين هون صغير بس هو كبير. عاجبيني هالبندورات ما شاء الله غير شكل، يعني كونك بتشوفن هيك على امهم غير ما شاء الله. شوفوا هاي زهرة الفليفلة. وهون كانت اختي عم تجهز الفطور وعم تحكي لي عشان اختي تيجي عشان نفطر. شوف تفرجوا ما شاء الله، وهي فطورنا جاهز ما شاء الله. تفرجوا فطور غير شكل. شوف هالشايات مع هالفطور، والله فطور بيفتح النفس ما شاء الله. هون رجعنا لعند الشجرات، وصارت اختي تورجيني على زريعتها وعلى شجراتها، وصارت تحكي لي عنهن. والله قد ايه قعدنا تحت هالشجرات، وكل تفكيري انه شجر سرو، ولا تحكي لي اختي لا هذا شجر صنوبر. تحكي لي انه كل سنة بيقطفوا منهم وبيطلعوا يعني كمية منيحة ما شاء الله من هالأكم من شجرة. وهون اجونا الملوخيات وبلشنا ننظف فيهن وننقي فيهن، كل ورقة بورقتها طبعا لحتى انه نأمنهم يكونوا نضاف ومناح. وبعد ما خلصنا تنقايتهم اجت اختي فردتهم بالمضافة. طبعا حطينا شراشف نظيفة وبيضة ومنيحة، وحطيناهن نشفناهن منيح لمدة 3 أيام. كانوا ما شاء الله جاهزين، طبعا بسبب الجو انه كان حار، ولا هن بياخدوا اكتر من هيك يعني وقت لحتى يتنشفوا مزبوط. والله شوفوا هالقعدة على هالبلكونة غير شكل، وانت عم تشتغل ما بتحس بالوقت. فهي بعد ما نشرناهن، وشوفوا ما شاء الله بعد ما جهزوا، شوفوا ما شاء الله قد ايه خضر خضر. وهلا من بعد اذنكم اعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا الجرس، وتعليق صغير منكم بفرحني، وإن شاء الله بشوفكن بفيديو جديد.